السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتطرق في هذا الفيديو عن سبب غياب أناحي وبوفال عن مباراة اليوم أمام ليل، وتصريح رحيمي بخصوص عدم استدعائه للمنتخب الوطني، ونصير مزراوي في مباراة بايرن ميونخ وشاركه احتياطي. لمعرفة كل هذه التفاصيل فتفضلوا بالبقاء معنا، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، مع الضغط على زر لايك تشجيعا لنا. ولنبدأ على بركة الله مع بوفال وأناحي اللذان يغيبان عن قائمة أنجيل مباراة اليوم ضد ليل، حيث كشف مدرب أنجيل الفرنسي عن قائمة فريقه التي ستواجه ليل اليوم لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي. وشهدت هذه القائمة غياب الدوليين المغربيين سفيان بوفال وعز الدين أناحي. وكان بوفال قد عجز عن إكمال تدريب فريقه يوم الجمعة الماضي، وذلك على إثر شعوره بانزعاج على مستوى عضلة الساق. أما أناحي فهو أيضا لم يكمل نفس الحصة، وذلك بسبب كسر على مستوى الأنف. ويذكر أن الثنائي تلقيا الدعوة من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي. أما بخصوص التصريح الذي خرج به اللاعب سفيان رحيمي، فقد كشف لاعب العين الإماراتي عن موقفه من عدم استدعائه إلى المشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2022. وقال رحيمي في تصريحات تلفزية، وذلك عقب المباراة التي جمعت فريقه مع الشارقة، حيث انتهت المباراة بهدفين لمثلهما، وتكلف رحيمي بتسجيل الهدفين لفريقه. وقال: أي لاعب يتمنى المشاركة في البطولة الكبيرة، ويعني بالبطولة الكبيرة كأس العالم قطر 2022. وقال أيضا: أحترم قرارات مدرب الفريق الوطني، وسأكون أول مشجع للفريق الوطني المغربي. وفي حديثه عن تألقه في مباراته أمس، والتي أنقذ فريقه من هزيمة محققة أمام الشارقة، وقال: نحن لم نستسلم، وأعتقد أننا كنا قادرين على الفوز. سنقدم الأفضل في باقي المباريات. أما بخصوص الدولي المغربي نصير مزراوي، فقد بدأ الدولي المغربي مباراة يوم أمس من مقاعد البدلاء، الشيء الذي لم نعتد أن نراه، وخصوصا في المباريات السابقة، حيث أن مزراوي كان يبدأ كل المباريات السابقة كأساسي. وشكرا.